ازيكم؟ تخيل يا عزيزي انك قاعد في بيتك بتفطر شاي بلبن وزلابية، وفجأة تلاقي دبابة راكنة في الصالة وعسكري واقف في المطبخ بيقول لك معلش يا استاذ، المنطقة دي بقت منطقة عسكرية. وده للأسف هو واقع اخواتنا في السودان دلوقتي. الخرطوم اللي كان بيتقال عليها خرطوم اللاءات الثلاثة بقت النهاردة مدينة الجيوش المتعددة. ازاي بلد كان المفروض يبقى سلة غذاء العالم يتحول لساحة حرب مفتوحة؟ وازاي اتنين جنرالات كانوا حبايب وبيحلفوا بحياة بعض بقوا بيحرقوا البلد عشان يخلصوا على بعض؟ يا ترى القصة بدأت يوم 15 ابريل 2023 ولا الحكاية أقدم من كده؟ عشان نفهم اللي بيحصل في الخرطوم النهاردة لازم نرجع بالزمن لورا شوية، مش كتير بس لحد سنة 2014. السنة دي كانت مفصلية في تاريخ السودان كله، لأنه حصل فيها حدث من أهم الأحداث اللي عدت على السودان كله: انفصال جنوب السودان. وعشان نفهم ليه السودان اتقسمت في 2011 وليه ممكن تتقسم تاني لازم نرجع لسنة 1898. الإنجليز لما احتلوا السودان عملوا حركة خبيثة جدا، وصلوا الخريطة وقالوا الشمال دي ناس بتتكلم عربي ومسلمين، والجنوب دي قبائل أفريقية ومسيحيين ووثنيين، احنا هنفصلهم عن بعض عشان يريح دماغنا. وفي سنة 1922 طلعوا قانون كارثي اسمه قانون المناطق المغلقة. القانون ده كان بيمنع الشماليين يروحوا الجنوب والجنوبيين يطلعوا الشمال إلا بتصريح، تخيل، وهم في نفس البلد. فلما الانجليز مشوا سنة 56 الجنوبيين قالوا اننا حاسين بغربة في بلدنا، ومن هنا اندلعت اول حرب اهلية من سنة 55 لسنة 72. الحرب دي مات فيها 2 مليون بني ادم، وفي الاخر وصلوا لطريق مسدود. اكتشفوا انه مفيش غير حل واحد: الطلاق. في 2011 حصل استفتاء والجنوب اختارت الانفصال. السودان خسر ثلث مساحته و75% من البترول، بس الشماليين واللي هم نظام البشير قالوا مش مهم، احنا المهم نرتاح من الحرب. السودان اللي هو الشمال فجأة لقى نفسه مفلس، مفيش فلوس مفيش بترول، بس لقى في سكته حاجة تانية بتلمع. الحاجة دي اللي هي الذهب. مناجم الذهب دي كان أغلبها في منطقة اسمها دارفور، والمنطقة دي كانت ملتهبة وفيها حركات تمرد. البشير عشان يسيطر على الذهب ويقضي على التمرد وفي نفس الوقت خوفه من الجيش انه ينقلب عليه، لأنه دي عادة سودانية أصيلة، لكنه قرر يعمل حركة ميكافيلية أصيلة. قرر يخلق وحش يحميه، بس الوحش ده مش الجيش النظامي. الراجل ده قرر يستعين بميليشيات قبلية اسمها الجنجويد، يعني جن يركب جواد، ناس شرسة بتقاتل في الصحراء وما عندهمش تفاهم. ادى لزعيمهم رتبة فريق وهو أصلا ملوش علاقة بالكلية الحربية، وغير كده اداله شرعية وسلاح وفلوس. والزعيم ده هو محمد حمدان دجلو المشهور بحمدتي. وهنا يا عزيزي اتولدت قوات الدعم السريع، يعني جيش تاني موازي للجيش السوداني. وبقت السودان بلد بجيشين: جيش نظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان، وجيش عصابات بقيادة حمدتي. والخطة كانت نضرب بيهم المتمردين ونحمي بيهم الكرسي. بس زي ما قالك محمد رمضان قبل كده، اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيعرفه. نيجي بقى لسنة 2019، الشعب السوداني فاض بيه الكيل، ثورة عارمة في الشوارع. البشير قال لحمدتي والبرهان احموني واضربوا المتظاهرين. الاثنين بصوا لبعض، بصوا للبشير وقالوا طب ليه نحميك؟ ما احنا ناخد الكيكة لوحدنا. الجيش بقيادة البرهان والدعم السريع بقيادة حمدتي اتفقوا لأول مرة وعزلوا البشير. وده يبين لك انه اقوى قطعة في الشطرنج دايما مش الملك، لا، ده الوزير. الشعب تقبل القرار ده بالفرحة وقال اخيرا مدنية. بس الجنرالات هنا كانوا عاملين زي الزوجين اللي بينهم مشاكل كتير بس مكملين عشان العيال، والعيال هنا هي الفلوس والسلطة. حمدتي بقى مسيطر على مناجم الذهب وتجارب مليارات الدولارات، وعنده علاقات دولية وقوات انتشرت جوه الخرطوم. والبرهان هو رئيس مجلس السيادة والراجل الرسمي قدام العالم. فضلوا مكملين مع بعض لحد ما عملوا انقلاب تاني في 2021 على الحكومة المدنية، حكومة حمدوك. كانوا سمنة على عسل لحد ما جت اللحظة اللي لازم فيهم واحد بس هو اللي يحكم. نظرية السيفين في غمد واحد ما بتنفعش. اللي عايزين نعرفه دلوقتي ايه اللي ولع الدنيا يوم 15 ابريل. القوى السياسية والعالم قالوا للجنرالات يا جماعة كفاية، لازم نرجع للحكم المدني. عملوا حاجة اسمها الاتفاق الإطاري، والاتفاق الإطاري ده هي القشة اللي قسمت ظهر البعير. الاتفاق بيقول يا حمدتي لازم تدمج الدعم السريع تحت قيادة البرهان اللي هو الجيش. حمدتي الموافق، بس ناخد لنا كده 10-15 سنة على مهلنا يعني. البرهان رفض طبعا وقال سنتين بالكتير والأكل بسكاك وتبطل شغل الميليشيات ده. في 2011 حصل استفتاء والجنوب اختار الانفصال. السودان خسر ثلث مساحته و75% من البترول، بس الشماليين اللي هم نظام البشير قالوا مش مهم، المهم نرتاح من الحرب. بس الحرب ما خلصتش، دي انتقلت من الجنوب للغرب، انتقلت لدارفور. بشير بعد ما خسر البترول كان محتاج فلوس ومحتاج قوة تحميه. في دارفور اللي هي غرب السودان ظهرت حركات تمرد بتقول احنا مظلومين زي الجنوبيين، والبشير عشان يحاربهم ما عندوش فلوس عشان يحرك جيش نظامي بتكاليفه العالية.
فقرر عمنا البشير يلجأ لحاجة اسمها التعهيد أو الأوت سورسينج. جاب قبائل عربية رعوية زي الرزيقات وغيرهم، سلحهم واداهم عربيات لاند كروز وقال لهم خلصوا على المتمردين والغنيمة ليكم. الميليشيات دي كان اسمها الجنجويد، والقائد بتاعهم كان طموح جدا، تاجر إبل ملهوش في العسكرية النظامية اسمه حميدتي. البشير كبر حميدتي، وفي 2013 حول الميليشيات دي لكيان رسمي. الكيان ده اسمه قوات الدعم السريع، وغير كده اداهم صلاحيات مرعبة. أولهم حماية الحدود، فأوروبا بدأت تدفع لحميدتي عشان يوقف الهجرة غير الشرعية. وتاني حاجة السيطرة على جبل عامر، وده جبل من الذهب الصافي، وبكده حميدتي بقى أغنى راجل في السودان. النقطة الثالثة هي قانون خاص بيخلي الدعم السريع ياخد أوامره مباشرة من البشير مش من الجيش. البشير كان فاكر إنه بيعمل كلب حراسة يحميه من الجيش، بس كلب الحراسة ده كبر وبقى عنده جيش قوامه 100,000 مقاتل وميزانية مفتوحة وعلاقات دولية. تعالى بقى ننزل جوجل ايرث ونشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي على الأرض، وليه الحرب دي بالذات صعبة إنها تتحسم. الحرب دي بيطلق عليها اسيمتريكال ويرفير، أي حرب غير متماثلة، والطرف الأول فيه الجيش السوداني بقيادة البرهان، ونقطة قوته طيران ومدفعية تقيلة ومدرعات، ونقطة ضعفه إنه تقيل في الحركة ومش مدرب كفاية على حرب الشوارع. ومناطق السيطرة الحالية بتاعته في الشرق في منطقة اسمها بورتو سودان، ودي بقت العاصمة الإدارية المؤقتة. الحكومة كلها هناك، السفارات، المطارات، وحاليا مطار بورتو سودان شغال، وده رئة الجيش دلوقتي. ولاية نهر النيل والشمالية دي الحاضنة الشعبية للجيش ومراكز التدريب. في قواعد عسكرية معزولة في الخرطوم زي سلاح المهندسين والقاعدة العامة، ودول متحصرين بس صامدين. يجي بقى قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. نقطة القوة بقى خفيف وسريع، وبيستخدم تكتيك الذئاب المنفردة بالموتوسيكلات واللاند كروزر، وبيستخدم القناصات وإنه بينتشر وسط المدنيين. ونقطة ضعفه مفيش خطأ جوي وخطوط إمداد طويلة. ومناطق السيطرة بتاعته أغلب أحياء الخرطوم. الدعم السريع قاعد في بيوت الناس ومسيطر على الشوارع الرئيسية، ومسيطر على القصر الجمهوري والمطار اللي اتدمر. وغير كده إنه إقليم دارفور سقط معظم ولاياته في إيد الدعم السريع وبقى قاعدة خلفية ليهم. الدعم السريع حط إيده برضه على ولاية الجزيرة، ودي كانت الكارثة الكبيرة مؤخرا لأنها سلت غذاء السودان، ودخول الدعم السريع ليها يعني خنق السودان غذائيا. طب ليه الجيش مش قادر يطرد الدعم السريع من الخرطوم؟ لأنه الدعم السريع بيستخدم تكتيك الدرع البشري. العساكر قاعدين جوه الشقق وفي المستشفيات وفي محطات المية. الجيش عشان يدمرهم لازم يقصف المدينة ويدمرها، وده اللي بيحصل فعلا بس ببطء. الجيش دلوقتي بيستخدم المسيرات اللي هي الدرونز عشان يصطادهم بدقة، بس زي ما قلت لك قبل كده انه العدد كبير جدا. طب ليه الدعم السريع مش قادر يحسم المعركة؟ لأنهم في الأول وفي الآخر قوة مشاة، ما يقدروش يسيطروا على قوات محصنة زي قاعدة وادي سينا، قاعدة جوية، وطول ما الطيران شغال فوق دماغهم مش هيقدروا يدخلوا. فالنتيجة حالة ستيلميت، أي جمود دائم، حرب استنزاف مين نفسه الأطول ومين ذخيرته اللي هتخلص الأول. والمشكلة إن الطرفين بيجيلهم دعم من بره. في كلام عن دعم إقليمي لحميدتي بالسلاح ودعم للجيش بالمسيرات. الحرب بقت حرب بالوكالة، بروكسي وور. المشكلة إنه دلوقتي بيحصل السيناريو اللي كلنا خايفين منه، السيناريو الليبي. حكومتين، حكومة بورتو سودان الجيش اللي بتمثل الدولة الرسمية ومعها اعتراف دولي، وحكومة أمر واقع في دارفور والخرطوم حكومة الدعم السريع. لو حصل ده السودان هنقسم تاني، بس المرة دي مش شمال وجنوب، ده شرق وغرب. ودارفور ممكن تعلن استقلالها أو تنضم لدول الساحل الأفريقي في فوضى شاملة. والأخطر هو التحشيد القبلي. الجيش دلوقتي بيسلح المواطنين اللي هي القوى الشعبية، والدعم السريع بيجيب مرتزقة من تشاد والنيجر ومالي بفلوس وإغراءات. والحرب بتتحول لحرب قبلية شاملة وتطهير عرقي، ودوامة مش هتقف ل10 سنين قدام. بس في النهاية اللي عايزك تعرف إن القصة مش قصة برهان وحميدتي، دول مجرد بيادق في لعبة شطرنج حقيقية. ربنا يحفظ السودان وأهله ويرجع لهم الخير والعز من تاني.